السلام عليكم متتبعي أجواءنا من الجزائر وتونس وليبيا، مرحبا بكم في هذه النشرة الجوية مساء اليوم الخميس. والأيام المقبلة ما زال النموذج الأوروبي يتوقع أمطار رعدية قوية جدا وخطيرة مساء اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الأثناء تقريبا في هذه الأثناء. الساعة تقريبا الرابعة أو الثالثة ربما قد تبدأ هذه الأمطار الرعدية القوية في الساعة الثالثة أو في الساعة الرابعة والله أعلم. المهم متوقعة أمطار جد خطيرة مصحوبة بالبرد والحيطة والحذر والابتعاد من الأودية ما أمكن. دعوني أبدأ من منطقة تالا ومنطقة فسانة بسيطة القصرين، يعني من مناطق في تونس وكذلك مرج بلعباس. كل هذه المناطق بين تالا والقصرين ومرج بلعباس وكذلك ربما منطقة سيدي بوزيد، كل هذه المناطق ربما ستكون فيها أمطار رعدية قوية مصحوبة بالبرد. المهم الحيطة والحذر والابتعاد من الأودية ما أمكن. كذلك سوسة تقريبا مهدية خفيفة نوعا ما، والفحص نفس الشيء، والجنوب تونس وحفوز كذلك. بالنسبة للجزائر بئر الأعاطير تبسة الشريعة جرف متوقعة كذلك فيها أمطار رعدية قوية نوعا ما. كذلك عين البيضاء وخنشلب وحمامة وآريس وبابار والشمرة وتملوكة وبورسباط قسنطينة بني ولبان. كذلك ميليا وفرجيوة جنوب جيجل تجننت عين مليلة. كل هذه المناطق متوقعة فيها أمطار رعدية ربما لا بأس بها، قد تكون قوية أو لا. ولكن بالنسبة لمنطقة بوحمامة وآريس وبتنا والشمرة وراس العيون وعين والمان ربما برج بعراش كذلك وسطيف قد تكون فيها أمطار رعدية مصحوبة بالبرد. المهم الحيطة والحذر كما أقول دائما، والابتعاد من الأودية ما أمكن، والتزام المنازل ما أمكن في هذه الأجواء. بالنسبة لبوسعادة تقريبا مسيرة خفيفة نوعا ما، أقبو نفس الشيء تيزي وزول بويرة طبلة بوليدة وبرواقية وقصر بخاري إن شاء الله تعالى. الأجواء في باقي المناطق تقريبا مستقرة في ليبيا وكذلك في باقي مناطق تونس والجزائر، مع بعض تساقطات مطرية متوقعة في مدنين ومطماطة إن شاء الله تعالى بتونس. هذا في الساعة تقريبا الرابعة إن شاء الله تعالى. عفوا. أما في الساعة السادسة مساء اليوم ما زالت مستمرة هذه الخيرات في حفوز وسيدي بوزيد وما بينهما، يعني منطقة حلمة وسيدي سعد وسبيطلة. يعني آسف على الأسماء. المهم حفوز إلى غاية سيدي بوزيد، كل هذه المناطق متوقع فيها أمطار رعدية قوية ربما مصحوبة بالبرد. المهم كذلك القصرين والسند وقفصة من جبل العباس ومتلوي وجنوب متلوي كذلك متوقع فيها أمطار رعدية. بالنسبة لتبسة مرصد الشريعة الجرف ونقرين وبئر العاطرة وكذلك زريبة الوادي متوقعة فيها ومستمرة في هذه الخيرات إن شاء الله تعالى. وما زالت مستمرة في بوحمامة والشمرة وكذلك خنشلة عين بيضاء كذلك أمطار ستكون فيها قوية هذه المناطق. وكذلك تملوك يعني متواصلة في هذه التساقطات عين مليلة كذلك تجنانت فخراطة وكذلك أقبو تيزي والزبور والعراريش وطبلة إن شاء الله تعالى. كذلك منطقة عين ملح مساعدة والشعيبة كذلك متوقعة فيها تساقطات لا بأس بها إن شاء الله تعالى. الساعة الثامنة أو تقريبا العاشرة تكون الأجواء يعني صافية ومستقرة إن شاء الله تعالى. غدا الجمعة في الصباح جو مستقر، وبعد الزوال يعني في المساء الساعة الخامسة هناك بعض تساقطات مطرية رعدية متوقعة في منطقة بسكرة أو جنوب آريس جرف وكذلك نقرين إن شاء الله تعالى. الساعة 10 ليلا جو مستقرة. يوم الخميس يوم السبت عفوا في الصباح جو مستقرة، وفي المساء إن شاء الله تعالى كذلك أجواء مستقرة. عفوا. يوم الأحد في المساء كذلك نفس الشيء. ربما يوم الاثنين في المساء قد تشهد بعض تساقطات مطرية في المنطقة الغربية ولكن غير واضحة، يعني ربما غير ثابتة والله أعلم. لكن يوم الثلاثاء كذلك بعض الأمطار يعني متوقعة في المنطقة الشمالية الشرقية عين بيضاء تملوكة تبسة بوحمامة خنشلة وكذلك تجنانت منطقة عقبة والبرواقية قصر البخاري وتنية الأحد كذلك في معسكر سيدي بلعباس وتلمسان راس المولى وشمال العريشة إن شاء الله تعالى. يوم الأربعاء كذلك إن شاء الله تعالى في المساء هناك بعض
تساقطات مطرية متوقعة في عدة مناطق. تبقى هذه التوقعات فهي بعيدة المدى، وإلى غاية السبت تقريبا الأجواء مستقرة نوعا ما. أما بالنسبة للرياح القوية، مساء اليوم الساعة تقريبا 5 ستكون الرياح، أو 4 رياح قوية جدا في عين مليلة، تجنان، شمرة، بتنة، وخشلة، وعين بيضاء، والمرصد، عين ولمان، برج بعراريش، بروقي، قصر بخاري، خمس مدينة، الشلف، وعشاشة، ومستغانم، ووهران. إن شاء الله تعالى كل هذه المناطق متوقعة فيها رياح قوية جدا، وكذلك المنطقة في مجبل العباس والقصرين إن شاء الله تعالى. يوم الجمعة، ولكن قبل ذلك تقريبا في الساعة 7 مساء اليوم، الرياح جد قوية في متلوي، توزر، نقرين، زريبة الوادي، جرف، مسكرة، إن شاء الله تعالى خنشلة، وعين بيضاء. كل هذه المناطق ستشهد رياح قوية جدا، الحيطة والحضر، وكذلك المناطق الشمالية الشرقية والغربية بليبيا إن شاء الله تعالى. وصنعاء تتلاشى تقريبا هذه الرياح بعد منتصف الليل. غادي في المساء كذلك نفس الشيء، بعض الرياح القوية في شمال الصحراء. يوم السبت كذلك نفس الشيء في منطقة أدرار، ويوم الأحد تقريبا أجواء مستقرة نوعا ما. دعونا نرى تراكم الأمطار، تقريبا غير واضحة هذه تراكم الأمطار، ولكن ربما كتقريبيا نجم العباس ربما 7، تقريبا 7، كذلك 7.4 أو 8 في ما بين سيدي بوزيد ومجبل العباس والقصرين إن شاء الله تعالى. تبسة، عين بيضاء 8.5، خنشلة، بوحمامة، بتنة، وعين ولمان إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لدرجة الحرارة، اليوم درجة الحرارة مرتفعة جدا في منطقة بشار، زاوية الدباغ، أدرار، تنفوشي، تندوف، عين وصالح، حسن العين، كذلك قاعدة قصر الطويل، نقط، وبسكرة، كذلك منطقة توزر، كذلك من المناطق بليبيا، ولكن ربما ليست في الأربعينيات. أما يوم الجمعة في المساء، يا رب السلامة، درجة الحرارة مرتفعة جدا في منطقة زاوية الدباغ، بن عباس، أدرار، أمقيت، مولاي حسن العين، الشناجن، تندوف، إلى غاية كذلك منطقة سليانة وسيدي بوزيد وتطاوين. لم أنم جيدا، وآسف إن سمعت بعض الكلمات ليست في سياقها، ولكن ذلك بسبب النوم الشديد. فأنا الحمد لله على كل حال. يوم الأحد كذلك درجة الحرارة سترتفع في عدة مناطق في تونس والجزائر، وكذلك ليبيا، وكذلك المنطقة ربما الشرقية للمغرب مجددا. سترتفع في الشلف، كذلك في عين وصارة، في المسيلة، بسكرة، الوادي، وكذلك سيدي بوزيد، وسوسة، وباجة إن شاء الله تعالى. أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم.